وهي خوتي وقيلا دارت علينا المؤامرة في هذه لاكوب دافريك. ياك في الأصل نورمالمون كي تصدر طيح مع المنتخبات اللي تأهلت كأفضل صاحب مركز ثالث. حنا راح نطيحوا يا مع السنغال يا مع الكونغو الديمقراطية. السنغال راكم كامل تعرفوا القوة تاعها، والكونغو راكم تعرفوا شحال تطورت في السنوات الأخيرة. قصات نيجيريا من نهائي الملحق المؤهل للمونديال ووصلت دومي فينال كوب دافريك تاع كوت ديفوار. في وقت تشوف المنتخبات الأخرى المتصدرة كيما المغرب ومصر ونيجيريا وحتى السنغال اللي تأهلت في الصدارة راح تلعب مع المنتخبات المتأهلة كأفضل صاحب مركز ثالث. غير احنا المجموعة الخامسة والمجموعة السادسة حاليا كوت ديفوار راهي متصدرة المجموعة تاعها، راح نلعبوا مع ثاني المجموعة. هي صح المنتخب المليح ما يهموش المنتخب اللي راح يطيح معاه الا حب يتوج باللقب، بصح علاش داروا غير المجموعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة برك اللي يواجهوا أصحاب المركز الثالث؟ علاش ما كروازاوهمش ولا يديروا اللي جاب أكبر عدد من النقاط وفارق الأهداف هو اللي يواجههم؟ المهم تحس باللي ما كاش العدل وكاينه حبكه راهي تدور من تحت لتحت. مي كيما قلت لكم المنتخب المليح يربح اللي جا في طريقه ما يهمش اسمه. مي في نفس الوقت تغيظك كي تشوف منتخبات اخرى تواجه منتخبات متوسطه وانت تطيح مع زوج مرشحين باش يروحوا بعيد. هي على كل حال تفرض ان شاء الله اللجان تاعنا يردوا في الميدان ويجيبوا لا كاليفيكاسيون. هي كاينه امكانيه باش نلعبوا مع البنين الى كلاصات الدوزيام، لازم دير نول مع السنغال وتخسر الكونغو مع بوتسوانا، وهذه بزاف صعيبه.